السلام عليكم يا شباب. النهارده هنتكلم على موضوع مهم جدا مختص باللهجة المصرية والعربية الفصحى ال MSA Modern Standard Arabic. السؤال اللي احنا هنجاوب عنه في الدرس ده: ايه الأسهل، اللهجة المصرية أو العربية الفصحى؟ الفيديو ده من وجهة نظري، يعني أنا هقول رأيي وعن تجربة بما إني مدرس لغة عربية ولهجة مصرية. هوريكم حاجة. إحنا هنجاوب عن السؤال ده من خلال 4 حاجات. أول حاجة القواعد، النطق، الكلمات، النحو. وهتعرفوا الإجابة في آخر الفيديو، فلازم تشوف الفيديو للآخر. وإذا كان عندك أي رأي تاني انزل تحت في التعليقات واكتبه. طيب، أول حاجة هنتكلم عليها القواعد. أوكي. طيب، مين الأسهل؟ قواعد اللهجة المصرية أو قواعد اللغة العربية؟ ده سؤال يعني لولبي، سؤال لولبي جدا. خلينا ناخد مثال. أولا، قواعد اللغة العربية في الضمائر، زي ضمائر الفاعل. عندنا في اللغة العربية أنا، نحن، أنت، أنت، أنتما، أنتن، أنتم، هو، هي، هما، هن، هم. كم ضمير؟ 12 ضمير في اللغة العربية الفصحى. في المقابل في اللهجة المصرية عندنا أنا، إحنا، أنت، أنتي، أنتم، هو، هي، هم. يعني 12 ضمير مقابل 12 ضمير في اللغة العربية الفصحى. اللغة العربية الفصحى أكثر تفصيلا وأكثر تعقيدا. عندنا ضمائر للمثنى، عندنا ضمائر لجمع المؤنث. في المقابل مش موجود الكلام ده في اللهجة المصرية أبدا. ده مثال. وهلم جرة، لو انت فاهم يعني ايه هلم جرة اكتبها لي تحت في التعليقات. طيب، ده مثال واحد على القواعد. قواعد اللغة العربية كتيرة جدا ومتشعبة جدا، حوار كبير. فالأسهل هنا اللهجة المصرية. طبعا القواعد بتاعة اللغة العربية أصعب من اللهجة المصرية، يبقى اللهجة المصرية أسهل في القواعد. نيجي لرقم 2، النطق. النطق، ايه الأسهل في النطق؟ اللهجة المصرية أو اللغة العربية الفصحى؟ طبعا اللهجة المصرية أسهل في النطق. احنا في اللهجة المصرية بنسهل الكلام. خليني أديك مثال. في اللهجة المصرية احنا مش بننطق الحروف اللي انت بتطلع فيها لسانك، زي ذا، ظا، ثا. في اللهجة المصرية انت مش بتطلع لسانك ابدا، يعني انت بتريح دماغك، انت مكسل تطلع لسانك في اللهجة المصرية. اديك شوية كلمات زي كلمة ابو ظبي، دي في الستاندرد في MSA. في اللهجة المصرية مش بنقول ابو ظبي، لا احنا بنقول ابو الظا، ابو ظبي. ذيل ستاندرد، ديل لهجة. ثعلب ستاندرد، ثعلب في اللهجة المصرية. قوي ستاندرد، قوي في اللهجة المصرية. يعني احنا بنغير القاف لآ وبنغير الجيم جمل لجمل. طبعا في بعض المناطق في مصر بتقول قا وجا زي صعيد مصر، لكن انا بكلمك على اللهجة السائدة في مصر، وهي اللهجة القاهرية او اللهجة البحراوية. طيب، اذا يبقى النطق اسهل في اللهجة المصرية. طبعا في كلمات صعبة، في حروف صعبة في النطق في اللغة العربية الفصحى، احنا بنخليها اسهل، بنعمل الفيرجن الاسهل، النسخة الاسهل منها. اديك مثال، مثلا زي كلمة قائل في اللغة العربية الفصحى. ازاي بنقول قائل في الايجيبشن ارابيك؟ بنقول
آيل، قائل، آيل، قائل، آيل. يعني احنا غيرنا الهمزة على نبرة ليا وهلم جرة، يعني طائرة، طيارة، سائل، سايل. يعني بنخلي الموضوع أسهل جدا. إذا النقطة دي تروح للهجة المصرية. النطق في اللهجة المصرية أسهل من اللغة العربية الفصحى. نيجي رقم 3، الكلمات. كلمات اللهجة المصرية مألوفة شوية لبعض الناس اللي هم من أوروبا أو من تركيا أو مثلا من إيران أو من الناس اللي بتتكلم فارسي. عندنا كلمات كتيرة جدا من اللغة الفرنسية، عندنا كلمات كتيرة جدا من اللغة الإنجليزية. زي مثلا في كلمات من اللغة الفرنسية، زي مثلا الحاجات اللي هي متعلقة بالعربيات، زي مثلا ديريكسيون، بنقول ديريكسيون، ديبرياج، كبوت، مارشلين. كتير أوي كلمات جدا باللغة الفرنسية. عندنا كلمة زي تورتا، أنا معرفش الكلمة دي إيطالية أو فرنسية، تورتا، كيكة. عندنا كلمات إنجليزي زي مثلا موبايل، كمبيوتر. كلمات كتيرة جدا. إذا الكلمات في اللهجة المصرية أسهل من الكلمات في اللغة العربية الفصحى، يعني خاصة القديمة. نيجي بقى للنقطة الرابعة، النحو. يعني ده موضوع كبير جدا. النحو ده طبعا حاجة يعني اختصاص اللغة العربية الفصحى. أديك مثال: الرجل يريد أن يشتري كتابا كبيرا لمذاكرته. شوف، في النحو انت بتركز على نهاية الكلمة وبتعرف الكلمة دي محتاجة ضمة، كسرة، سكون. دماغك في اللغة العربية الفصحى بتشتغل، محتاج تفكير جامد. في اللهجة المصرية مفيش الكلام ده، بتتكلم بدون أي تقييد. فالنقطة الرابعة تروح للهجة المصرية. إذا أقولها بدون شك، اللهجة المصرية أسهل من اللغة العربية الفصحى. ولو أنت عندك أي رأي غير الكلام ده، اكتبه لي في التعليقات أسفل الفيديو. ولو أنت عايز أو أنت عايزة تاخدي درس أونلاين مع مستر بكور في واتساب، خد الواتساب من التعليق الأول. نرجع بقى نعيد على النقط دي. اول حاجه القواعد تفوز اللهجه المصريه، النطق تفوز اللهجه المصريه، الكلمات تفوز اللهجه المصريه، النحو تفوز اللهجه المصريه. وفي النهايه وفي الختام استطيع ان اقول ان اللهجه المصريه اسهل من العربيه الفصحى. والسلام عليكم.